بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يبارك يا رب ليا ولكل أمة محمد أجمعين، ويرزقنا ويرزقكم جميعا الخير إن شاء الله. ده التهجين اللي أنا عملته، الله أكبر عليه، حاجة في منتهى الجمال. كل يوم بيزدادوا حجم وبيشيلوا أوزان معانا أعلى من الأول. ربنا يبارك يا رب إن شاء الله. زي ما انتم شايفين حضراتكم، الألوانات اللي هي البيضة دول ولاد الديك اللي هو النص اللي كان موجود عندي مع الفرخة الساسو. كل الكمية ديت ولاد الفرخة الساسو، بس مع الديك النص. بسم الله ما شاء الله، جايبين معايا أحجام جميلة جدا جدا، وأوزانهم كل يوم بتزيد اعلى من الاكتر، اعلى من الاول. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله. ده ديك مش فرخه اللي موجود معانا قدامكم، ده ديك بس لسه ما بداش ان هو يخصب معانا. الديك الهندي هو اللي بيخصب، يعني الديك الهندي ابو لوزه ده هو اللي بيخصب معانا. بس ديك شرس جدا جدا، لو حاولت امسك اي حاجه في ايدي يحاول يهجم عليا. يعني انا لو بحاول امسك اي حاجه شايفين جا جري اهو. ربنا يبارك يا رب، بيحاول ان هو يضربني لانه بسم الله ما شاء الله مستواه حلو جدا جدا، وديك دمه حر. فربنا يبارك يا رب، يعني حاجه 10/10. انا كان عندي ديك بلوزه كان حجمه بسم الله ما شاء الله، يعني كان قد الخروف، بس الحمد لله ما كانش ليا نصيب فيه. فربنا يبارك يا رب في الموجود ده، ويقدر يوصل لنفس الشكل والحجم اللي كان موجود عندي، لانه كان جميل جدا جدا. واول ديك انا حزنت عليه في الطيور بتاعتي. فربنا يبارك للجميع يا رب، اللهم امين، ويرزق الجميع الخير. فاللي حابب يعمل تهجين اي ديك مع اي فرخه، يعني اي نوعيه مع التانيه، هيديكي تهجين حلو جدا جدا. بس انصحك تهجين الهندي مع الساسو، او الانصاص اللي هو نص فرسي او نص حجازي مع الساسو، هيديكي احجام جميله جدا جدا واوزان عاليه. هيديكي لحم وهيديكي بيض، بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك للجميع يا رب، اللهم امين.